وانا مش هاخد حقنه الرئه ولا ايه؟ انا خلاص داخله الشهر التاسع ولسه ما خدتش حقنه الرئه. انا عايزه اعرف مين اللي قال ان حقنه الرئه كل الحالات بتاخدها. يا جماعه، حقنه الرئه حالات معينه بس هي اللي بيتكتب لها انها لازم تاخدها. حالات معينه زي مين؟ زي مثلا الحامل في توأم، او اللي عندها طلق مبكر وممكن معرضه لولاده مبكره، او الحامل اللي بينزل عليها ميه، او الحالات اللي هي عندها اتساع في عنق الرحم. يعني مجمل الموضوع ان الحالات اللي معرضه انها تولد اي ولاده طوارئ في اي وقت هي دي اللي بندي لها حقنه الرئه. انما غير كده طالما انت حملك ماشي مستقر وامورك ماشيه تمام، يبقى انت مش محتاجه ان انت تاخدي حقنه الرئه. ولان الماده الفعاله بتاعتها والمكون الاساسي لحقنه الرئه هو الكورتيزون، فبالتالي ما ينفعش اي حد ياخدها من غير ما يكون الدكتور هو اللي كاتبها له. لازم الدكتور هو اللي يحدد لك امتى تاخديها والجرعه بتاعتك تكون عامله ازاي. فبلاش بلاش بلاش خالص ان انت تسمعي نصيحه من اي واحده حامل وتقول لك ايه ده، هو انت ازاي لحد دلوقتي ما خدتيش حقنه الرئه؟ لا، دي حقنه الرئه اسمها كذا وبتتاخد بالجرعه بالشكل كذا، انا خدتها كده والدكتور بتاعي كاتبها لي كده، فانت كمان اعملي زي. ما تعمليش كده، ما تسمعيش كلامها. لازم الدكتور بتاعك هو اللي يكون شايف ان انت حالتك مستدعيه لحقنه الرئه، وهو اللي يقول لك تاخديها امتى وتاخديها ازاي. عايزه اقول لك ان الحقنه دي مفعولها بيبدا يشتغل في جسمك من بعد ما يعدي على ان انت خدتيها 24 ساعه. مفعولها بيفضل في الجسم من اسبوع ل 10 ايام بس. من بعد اسبوع 10 ايام المفعول بتاعها بينتهي من الجسم. يعني الناس اللي خدتها في الشهر السابع او في الشهر الثامن دي ما استفادتش منها او ما استفادوش منها. البيبي بيستفاد من الحقنه دي حاله واحده بس، لو اتاخدت قبل الولاده من اسبوع ل 10 ايام. فعلشان كده هنلاقي لو انت حملك الحمد لله ماشي تمام وامورك كلها مستقره، هتلاقي الدكتور مش بيقرر ان هو يديكي حقنه الرئه. خاصه كمان لو انت مبلغاه ان انت هتستني طلق الطبيعي ومكمله في حملك للاخر لحد ما تولدي طبيعي، لان سبحان الله الطلق ده بيعزز نمو الرئه. فهتلاقي الدكتور طالما هو عارف ان انت مقرره ان شاء الله تولدي طبيعي ومقرره تكملي الحمل لاخره وتستني الطلق، هتلاقيه ان هو مش مقرر يديكي الحقنه خالص غير لو لقى في السونار ان البيبي محتاجها. وعلشان كده سبحان الله معظم البيبيات اللي بيتولدوا طبيعي بيكونوا نازلين ما عندهمش اي مشاكل في التنفس. طيب الحالات اللي هتولد قيصري انت كده ممكن تاخديها، بس برضو لو الدكتور شايف ان انت محتاجه ان انت تاخديها. يعني في حالات بتولد قيصري ما بتاخدهاش، في حالات بتولد قيصري ما بتاخدهاش، بيكون الدكتور شايف في السونار ان البيبي ما شاء الله مش محتاج لها، فبيقرر ان هو ما يديها لكيش. طب هي اصلا حقنه الرئه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حقن بيتاخدوا على حسب ما الدكتور بيحدد لك، سواء هيقسمهم لك على جرعتين او على 3 جرعات. طيب الحالات اللي خدتها في الشهر السابع او في الشهر الثامن، هل هي كده بتضر البيبي؟ انت كده بتضري البيبي، بتضري جزء خاص في البيبي اسمه القشره المخيه للبيبي. وده لان زي ما قلنا ان هي مفعولها بيقعد في الجسم من اسبوع ل 10 ايام بس. طيب انت خدتيها مثلا في السابع او في الثامن ولسه ما ولدتيش، فمفعولها راح من جسمك. جه وقت الولاده الدكتور وهو بيعمل سونار اكتشف ان انت محتاجه تاخديها، كتر الجرعات بتاعتها مضر. فعلشان كده بننبه ان انت ما تاخديش بنصيحه اي حد يتكلم معاكي في موضوع حقنه الرئه ده، ما تسمعيش غير للدكتور بتاعك. استني لحد ما تدخلي التاسع والدكتور يشوف ان انت محتاجاها، وهو هيقول لك تاخديها امتى وتاخديها ازاي وتاخدي جرعتها على مرتين او على 3 مرات. هو اللي هيحدد لك كل حاجه. عايزاكي تقتنعي جدا بكلام الدكتور، ان لو الدكتور شايفك ان انت محتاجاها هيكتبها لك، انما غير كده ما تلحيش عليه ان انت تاخديها وهو شايف ان انت مش محتاجاها. وده لانها زي ما قلنا لو اتاخدت في الوقت الصح هتفيد البيبي جدا، لكن لو اتاخدت في الوقت الغلط هتضره. يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. ولو استفدتي من الفيديو وحابه غيرك يستفاد بيه، شاركي الفيديو معايا. ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.